ازيكم النهارده؟ ان شاء الله جينا فيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن الشخص اللي انت بتحبه او عن الشخص اللي انت بتكراش عليه، آم، او الناس المنفصله. هنعرف الفيديو ده باذن الله اخرة العلاقه دي ايه، اخرة العلاقه اللي ما بينكم ايه، او العلاقه دي هتودينا على فين. هل في استمرار في العلاقه دي بينك وما بينه ولا لا؟ هل الشخص ده عايز يكمل معاك ولا لا؟ هل الشخص ده خلاص مش قادر يكمل في العلاقة، أو أنت مش قادر تكمل في العلاقة، ولا العلاقة لسه أو الرابط اللي ما بينكم لسه شغال؟ ومزيد من الأسئلة اللي ممكن تطلع لنا في وسط القراءة. على حسب طبعا، على حسب كل قراءة ماشية ازاي. عندنا النهاردة إن شاء الله قرايتين أو اختيارين. أول قراءة هنعملها بالكارد ده، الكارد اللي انتوا شايفينه على الشاشة. تاني قراءة بإذن الله هنعملها بالكارد ده. تقدر توقف الفيديو زي ما انت عايز وتختار بالاحساس بتاعك او بالحدث بتاعك. ممكن ان احنا كمان نعمل القراءة دي على حسب الحروف، ولكن انا ما برجحش حكاية الحروف على قد ما برجح انت مرتاح لايه، انت مرتاح للقراءة دي ولا للقراءة دي. فاستفتي قلبك واختار على حسب ما روحك بتقول. يلا بينا نبدأ القراية الأولى إن شاء الله. أهلا بيكم أصحاب المجموعة الأولى، يا رب تكونوا كويسين وبخير وعلى خير. النهاردة هنبدأ معاكم بالكارد اللي انتوا اخترتوه في أول الفيديو. هنبدأ بالأسئلة الأولانية. أول سؤال ويعتبر يعني أنا بعتبره إن هو أحلى سؤال في القراءة: الطاقة بتاعتك، لأن الطاقة بتاعتك هي اللي هتقولك أنت فعلا في القراءة صح ولا لأ. فنبدأ على بركة الله بالنسبة لطاقتك أنت وطاقته هو. يلا بينا. طاقة اللي بيسمعني في الفيديو ده، أحواله النفسية إيه؟ اللي اختاروا الكارد ده، الناس اللي اختارت المجموعة دي، إيه الطاقة بتاعتهم دلوقتي؟ انتوا حابين تقولوا كلام كتير قوي ونفسكم ان انتوا تعبروا، يعني انتوا جواكوا كلام كتير، جواكوا احاسيس كتير مختلطة جواكوا، اكتر من رسالة عايزة توصل لكم اصحاب المجموعة الاولى. بس انتوا انتبهوا لها وانتوا ناس اذكياء هنا. اصحاب المجموعة الاولى، في الطاقة اللي هنا. في حاجات كتير قوي بتناديكوا، حاجات كتير قوي في الحياة بتناديكوا، بس انتوا اسمعوا بالأذن الداخلية بتاعتكم. بالنسبة لطاقة الشخص دي، طاقتك. هناخد طاقة الشخص اللي انت دخلت عليه الفيديو، او الشخص اللي حطيته في بالك. يا ترى طاقته ايه معاك في الوقت ده؟ الشخص ده طاقته ايه؟ هو كمان عنده اختيارات كتير زيك بالظبط. طيب يا رب تكون الكروت كده واضحة. هنيجي نرحلها كده شويتين 3 علشان تشوفوا. بالنسبة ليكوا أصحاب المجموعة دي، الطاقة اللي انتوا فيها، والله أنا شايفاكوا إن انتوا ناس ما بقيتوش عارفين حاجة أو مترددين كتير أوي. بتحسوا إن انتوا ربنا كريمكوا بكل حاجة وعطيكوا كل العطايا، ولكن انتوا مش عارفين تستغلوها صح، أو مش عارفين إن انتوا تستثمروا في روحانياتكم كتير، أو تستثمروا في حدثكم كتير، أو تستثمروا في نفسكم كتير. حاسة إن انت قلبك تعبان. أصحاب المجموعة الأولانية قلبك تعبان، أو انت بتحس بأرق، بتحس بتعب نفسي، بتحس كمان
شاكك في لا قدر الله ان حد عامل لي حاجه، عندي طاقه اسحار، عندي كذا. فانت عندك شك ذاتي، يعني عندك شك. طول ما انت بتحب بتشك، طول ما انت في طاقه حب بتشك. ولكن انا شايفاك دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه واللي بتفتح فيه الفيديو ده، انت شخص مبارك، وانت عارف ده، وعندك امكانيات رهيبه قوي، وعندك كل الامكانيات اللي تخليك تبقى مبسوط. بس انت تايه في الوقت ده، انت تايه او عايز تبقى في حته واحده، مع ان ربنا عطيك مواهب كتيره قوي وتقدر ان انت تستغلها. لكن انت بتقول طب خليني زي مثلا الشخص الفلاني، طب خليني مثلا في المجال الفلاني. لا، عايزه اقول لك ان انت ما ينفعش تبقى في مجال واحد. انت ممكن ترسم وتغني وتعمل حاجه يدويه وتكتب كل حاجه. انت ربنا عطيك حاجات كتير قوي 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 يعني. و... وكمان تعرف حاجات كتير عن الناس اللي حواليك. يعني انا شايفاك ان انت مكتشف انت مين، ومكتشف الناس مين. خصوصا حبيبك هو اللي ساعدك على ده، او الشخص ده لما دخل حياتك ساعدك يعرفك انت مين، ايه هويتك، انت عايز ايه، ايه, إيه الخيارات المتاحة في حياتي، مين انا، وايه امكانياتي الطاقية بالذات او الروحانية. الشخص ده فتح لك باب الروحانيات، وقال لك اتفضل ادخل منه زي ما انت عايز، وجيب منه اللي انت عايزه، وابحث منه اللي انت عايزه. بس انت تايه. انت تايه ليه؟ تايه لان انت عندك علم كبير قوي، او عندك معرفة ذاتية كبيرة، او معرفة روحانية كبيرة. فانت مش عارف تمكن منها او تستغلها ازاي. البعض منكم عنده طاقة سلبية جدا جدا جدا، وفي شخص في حياتك متلاعب هو اللي عامل لك الازمة دي كلها. في شخص محسسك ان انت دايما في شك، هو كويس ولا وحش، هو بيعمل لي حاجة تضرني ولا هو ايه. فانت خايف، شايفة خوفك. انا شايفة في الطاقة دي ان انت خايف كتير، ولكن ربنا هيفرجها عليك. يعني انت ربنا الحمد لله فارجها عليك وهيفرجها عليك. انت هتطلع من بطن الحوت يعني، و... وخلاص هتتحرر من اي طاقة وحشة، من اي شك، من اي آم، عدم وضوح. انت خلاص هتتحرر. يعني انا هسميك هنا طاقة التحرر، وطاقة الامكانيات الكتيرة. اوعى اوعى تلعب بحد، لان انا شايفاك انت عندك القدرة دي، بس انت مش مستخدمها، ودي حاجة كويسة. ان انت تلعب بحد، او ان انت تعمل نوبليتنج على حد، او تنافس ذكاء حد. دي نصيحتي يعني. فبلاش تعمل ده. كمان شايفاك ان انت حد في الطاقة دي بجد ساحر كده، وجذاب، ومنتبه لنفسك، وحتى وشك اتغير، ملامحك. شايفة ان في بنات هنا ملامحها اتغيرت للأحسن، جسمك اتغير للأحسن، بدأت تهتمي بروحك، بنفسك، بأكلك، بشعرك. لكن في حاجة شاغلة بالك، في حاجة شاغلة بالك كتير، وده اللي عامل لك قلق وتوتر وعدم نوم للبعض. انت بتقدم الحب بس خايف. ما تقارنش نفسك بحد، وما تحسش ان انت صغير. لا، انت مش صغير. انت مش صغير، مفيش حد صغير، والصغير بيكبر. اي حد صغير بيكبر. وانت شايف ان انت بقى الامكانيات دي كلها، لكن انت للاسف مش مهتم بيها. هي موجودة جوه روحك بس انت مش مهتم بيها. ممكن للبعض بيهتم أوي بحكاية المظاهر، ودي نقطة ضعفك، إن أنت بتبص للناس بس كوشوش. لكن لو استخدمت كل أدواتك واللي ربنا عطاهولك، هتعرف نعمة الحدث اللي عندك ونعمة الإمكانيات، لأن أنت عندك تواصل مع الله سبحانه وتعالى، وعندك تواصل مع روحانيات تانية يعني، مع روحانيات. ربنا مسخر لك الروحانيات. فأنا شايفة إن أنت في الطاقة دي آم، قدام عالم كبير قوي، بجد قدام عالم كبير قوي. لكن ما تخافش، لكن ما تخافش، انت محمي ومحفوظ بأمر من الله سبحانه وتعالى.
يمكن خايف تحب، يمكن خايف تدي مشاعرك، يمكن عطيت مشاعرك لحد ما يستاهلش، يمكن خارج من علاقة مثلا وحاسس ان انت مداري مشاعرك، او في علاقة جديدة شغلاك، والعلاقة دي بعد ما اتأذيت او اتسحرت لا قدر الله، او يعني حسيت ان انت لا انا في شك، انا مش عارف اختار ايه، انا مش عارف الطريق كويس، لكن لا انت عارف طريقك وتقدر تختار وتقيم الناس. انت عندك معايير عالية قوي يا اصحاب المجموعة الاولى، معاييركم عالية في الطاقة دي، استمروا وبتزودوا طاقتكم، او طاقتكم بقت الانرجي بتاعتكم زادت، او المعايير زادت زي ما قلنا، وصعب ان حد يستفزك. وانا قلت لك انت بدأت تدخل اللعبة، لعبة الايه، لا مش السذاجة، لا لعبة ان انا اكون عارف اللي قدامي كويس بتصرفاته بيعمل كده ليه واحلله. انت بدأت تحلل الناس وده عامل لك قلق. آم، ف دي الطاقة بتاعتكم، طاقتكم مائية، مائية كتير، وده يدل ان انت شخص روحاني بطبعك، بالماجيشن بفطرتك، واتولدت كمان اب عن جد روحاني. يعني مش انت بس، لا ده جدودك كمان، وانت وارث حاجات كتير قوي من جدودك، كل جد في عيلتك انت وارث منه حاجه. فشايفه الطاقه المائيه بتهديك وبتخليك ساكت وبتخليك صامت وبتخليك عارف تحلل كويس، وعارف آه يعني تدخل جواك كويس قوي. برافو عليك اصحاب المجموعه دي، يعني انا احييكوا على الطاقه دي بصراحه، طاقه جميله جدا 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 فوق ما تتخيل، طاقه بتوصلك لقلبك وبتخليك تسمع قلبك، تسمع حدثك، تسمع روحك، طاقة بتوصلك لربنا. يمكن بعض بيعمل روحانيات أو طقوس يعني، فكمل فيها، لو انت بتعمل ده كمل فيها. بالنسبة لطاقة الشخص بقى حبيبك، أو اللي انت دخلت الفيديو ده علشانه، الشخص ده بقى ايه، عكسك تماما. انت عندك اوبشنات كتير، يمكن يجيلك مثلا بعض يجيله عرسان، بيجيله حد بيتقدم، حد بيدخل، بس انت مانع عموما، او انت بتعرف يعني تصنف الاشخاص مين ينفع ومين ما ينفعش، دي حاجه حلوه. لكن حبيبك عكسك بقى، الشخص ده طاقته مناقضه ليك تماما، وده يدل ان العلاقه دي يا اما كارميه، كارميك ريليشن شيب يعني، او علاقه من حياه سابقه او فيها ديون، او علاقه صعبه قوي. لكن اللي انا شايفاه هنا في طاقته انه بيعاني، ممكن يكون بيعاني من كوابيس، من احلام، شخص زعلان دايما، شخص مكتئب، شخص مش مرتاح، حتى الاوبشنات اللي جوه حياته هو مش مرتاح ليها، مش عارف يرتاح، مش عارف ينام، في قلة نوم، شخص ما بينامش، شخص حاسس بأرق، شخص بيجيله كوابيس ساعات. وعارف لما تقعد كده تلاقي ايه، هي مشاكل عليا من كل حته، فالشخص ده كده حاسس ان في مشاكل من كل الجهات. يعني الشخص ده بيتهيألي يعني مش حد واحد اللي بيلومه او بيعمله مشاكل، لا ده عنده مشاكل كتير قوي، وعنده ضغط بطريقه رهيبه لدرجه ان هو مش عارف يلحقها من مين ولا من فين. شايفه عنده طاقه مراقبه خفيفه، اللي هو طب انا اروح ابص عليه شويه اشوفه بيعمل ايه، وانت حاسس بده، انت حاسس بده، وبتقنع نفسك ساعات بحاجات. يعني انت عارف ان هو بيراقبك، وانت مقتنع بده، عندك معتقد ان الشخص ده بيراقبك، وهو فعلا بيراقب، يعني طالع بكارد المراقبه تو فون. بس مراقبه سلبيه مش ايجابيه، ممكن يكون مراقبه فيها نوع من انواع المقارنات، لانه طالع بنان اوف سورد. لا هو ده بيقارن بثلاث ردود فعل، تو مرتين، تو فولد اند تو اوبتنتيكال، يعني ده يعني يا اما عنده علاقه ثالثه،
يا اما بيقارنك بحد تاني. دي طاقته دلوقتي. ايوه، في امرأتين في حياة الشخص ده، يا اما انت يا اما حد تاني. في امرأتين في حياة الشخصية دي، وبيراقب الاتنين على فكرة. طاقته فيها مراقبة للامرأتين يعني. حاسة ان الشخص ده حاجات كتير في حياته ما بتتحققش، لأنه متناقض. ممكن يكون برج هوائي يعني، لأنه إنسان متناقض جدا. إنسان صعب يختار في الوقت ده، صعب يختار في الوقت ده، صعب يقرر حاجة. ده مش عارف يقرر، ده عنده يعني كمية حيرة فظيعة. شخص عنده حيرة، عنده تردد، عنده عدم ثبات على المبدأ. مش ثابت على المبدأ، مش ثابت على المبدأ. ولعبي على فكرة، طاقته فيها لعب. الشخص ده طاقته فيها لعب ومش مرتاح. مش مرتاح للي بيعمله، مش مرتاح. اوعى تفتكر ان الزواجية دي راحة، لا. عنده اكتر من امرأة، وفي امرأة يعني انا لاحظت هنا امرأة منهم تعبانة يعني، لا قدر الله يعني. ده في تعابين حوالين الشخص ده، او علاقات سامة يا فندم. بصوا كمية الكارد، هو بيوضح نفسه. فلا، الشخص ده في علاقات سيئة، في علاقات سيئة، ومع يعني مع ناس سيئة. في ناس بتستحوذ على حياة الشخص ده في الوقت ده اللي احنا بنتكلم فيه. حياته مستنزفة. يعني أنا لاحظت الكارد بتاع ناين اوف سورد، يعني في واحد هنا مستنزف لدرجة إن طاقته مش موجودة. طاقته مش موجودة. أنت عندك حماية وحامي نفسك، وعامل درع حوالين طاقي يعني حوالينك، ما شاء الله أكبر عليك. لكن الشخص ده لأ، ده مفتوح. طاقته مفتوحة، والطاقة المفتوحة يعني ما عندوش حدود. الشخص ده ما عندوش حدود. دلوقتي احنا بنتكلم في طاقة حالية. بقى انا حاسة ان هو ما عندوش حدود، ما عندوش صراحة مع نفسه، ما عندوش صدق. لان اللي ما بيعرفش يختار هو ما عندوش صدق مع نفسه. فده اللي انا شايفاه بصراحة. لا، طاقته مفتوحة، مستنزفة، ووحشة بصراحة يعني. مش عاجباني الطاقة بتاعته. ممكن يكون عنده كمان أزمة مالية، آه ديون. وأكتر دين عند الشخص ده ديون كارمية. ديون كارمية. عنده كارما الشخص ده مع حد غيرك. يعني الشخصية دي عندها كارما مع حد غيرك. عنده حاجة هيسدها مع حد، وغالبا هتكون امرأة أخرى أو حد تاني يعني. وانتي جيتي نورتيله الحتة دي. لا، طاقتكم بتتكلم وطاقته بتتكلم يعني ايه؟ الطاقات بتتكلم معانا بطريقة يعني سبحان الله بجد. طاقته وطاقتك بيردوا على بعض. يعني انتوا نقيض بعض بطريقة كبيرة. طيب نيجي نسأل الشخص ده بقى، العلاقة معاك انت بقى، خلينا نركز بينك وما بينه. العلاقة بينك وما بينه، هل الشخص ده ممكن يكمل معاك؟ أصحاب المجموعة الأولى، الشخص ده ممكن يكمل معاهم؟ انت زعلان، انت زعلان جدا. يعني انت زعلان بتلومه. انت في هل الشخص ده هيكمل معاهم؟ الشخص ده مش عارف يديلك حقك، مش عارف يديلك وعد، مش عارف يديلك قرار. وده كان واضح جدا في الطاقة بتاعة الشخصية دي يعني. انت بتحبيه او بتحبه، بتحبها قصدي. انت هنا بتحب الشخص ده وبتتمنى رضاه، وحاسس ان انت بقى ايه، هو الاول والاخير. يعني انا حطيت
استثمرت كل مشاعري في علاقة، هي دي، هي العلاقة دي، ومش عايزها، انت مش عايز تطلعه من دماغك، ورغم كل حاجة هو بيعملها معاك، انت شايف ان ده النصيب، انت حطيت كل الكبات في الشخص ده، اللي هو انا استثمرت كل المشاعر اللي جوه وكل العواطف وكل احاسيسي جوه الشخصية، جوه قلب الشخصية. عايزة اقول لك حاجة، انت حابس جسمك جواه ازاي؟ انت في حتت من جسمك في، يعني عند الشخص ده، ما اعرفش، بس انا حسيت ده في القرار ده. يعني بغض النظر عن ان انت العواطف بتاعتك عنده، انت كمان في جزء من جسدك، وغالبا هيكون جزء التفكير يعني او المنطق. انت ما بقتش تفكر بمنطق مع الشخص ده، ما بقتش تفكر بمنطق، ولا بقيت مستني حاجه. يعني لو في علاقه تانيه تقول اوكي انا عايز واحد اتنين تلاته، انا عندي حدود، عندي معاييري، والله لو هتعملها اوكي، مش هتعملها يبقى بالسلامه. انت مع الشخص ده لا، انت كسرت المعايير، انت ما بقتش عايز معايير، انت راضي بكل حاجه، يعني يمكن، لكن مع ان انا شايفاك في الطاقه عندك معايير عاليه، انت صاحب معايير عاليه، لكن مع الشخصيه دي لا، انت لاغي بقى ايه، انا لاغي نفسي بقى، انا لاغي كل حاجه، كل حاجه لاغيها، انا حاطط مشاعري فيه او في العلاقه. هل العلاقه دي مهمه جدا بالنسبه لك؟ ممكن يكون علاقه توأمه او علاقه توأم روح، لكن توأم روح ما بيدوخناش قوي كده يعني. غالبا هتكون علاقه توأم نفس، توأم شعله، فبتحس ان انت ايه، انا استثمرت في العلاقه دي، وهي دي، وخلاص يا انا يا هي، يا انا يا العلاقه. ده غلط، ده غلط، سواء بقى علاقه ايه او نوعها ايه او اسمها ايه. انا استثمر في نفسي وهو جه اهلا، ما جاش خلاص، واضح ان هو عنده مقارنه وعنده عدم اتزان وعايز يديلك حقك هو، بس مش عارف ازاي. فهل العلاقه دي هتكمل؟ انا شايفه لان انت اللي مخليها تكمل، بمشاعرك، بحدثك، بصدقك، باللي عطيته، هتخليها تكمل. لو وقفت كل ده العلاقه هتقف، لان الشخص ده يعني من غيرك كده ثابت، كده انا ثابت، لكن هياخد كرامته. لو الشخص ده انت تخليت عنه او سبت العلاقه دي، الشخص ده ليه كارما عندك، معاك يعني، معاك هو اللي هياخدها طبعا، لان انا شايف انت معطاء وعندك استعداد تضحي وعندك استعداد ان انت تعمل حاجه في العلاقه، وكمان بتساعده روحانيا. لكن ده لا، بصراحه ده ما بيساعدش، واقف مكانه، يقول لك كلام، يعني مثلا يقول لك كلام كبير لكن ما يعملش حاجه، ما فيش افعال. يعني يقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل، والمفروض صح، انت صح وكل حاجه، لكن يعمل مفيش عمل، ودي الكارما بتاعته انه ما بيعملش حاجه. ايه كمان، انت كان طالع لك في الطاقه بتاعتك 7 اوف كاب، وهو طالع له 7 اوف بنتكل، رقم 7 بيتكرر معاه ومعاك، فالعلاقه دي روحانيه، لا علاقه من ابعاد عليا يا فندم، العلاقه دي من ابعاد عليا، وانا شايفه ان الشخص ده هيقعد فتره كبيره عبال ما يدرك كميه المشاعر اللي انت تديها له، او كميه الحب اللي هو محطوط فيه. وبخيل قوي على فكره، الطاقه اللي بينك وبينه بخيل، ولا هو حاسس بقيمه العلاقه، ولا حاسس بيك، ولا عارف قيمتك. شخص متردد جدا 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 يعني. عارفين يعني، بصوا، راس السمكه هنا يعني راس مقطوعه، اللي هو انا شغال بدماغي، يعني انا شغال بدماغي بس، بقيت اي حاجه لا، مفيش قلب ولا في، مفيش حاجه، ولا ايدين بتتحرك ولا رجلين ولا ان انا اعمل حاجه. وده اللي انا قلته لك، الشخص ده كانه مخ ماشي على الارض، من ده مخ، يا اما غالبا ده ممكن يكون محامي مثلا، او في القضاء، او ضابط، او من الناس اللي بتشتغل الشغلانه دي، او مركز سياسي كبير قوي. لكن انا شايفاه بصراحه، انا ماشي بعقلي، وشايف ان العقل بيقول لي لا، اركن كده على جنب، او استنى، الشغل ده منهك جدا، منهك جدا جدا، وحاسس ان هو مش عارف يعمل حاجه، وفي طاقات سلبيه مصطاده الشخص ده
ومخلياه مش حاسس بنفسه. غالبا هيكون في للبعض طاقات مش حلوة بتتعمل للشخص ده، لان انا وريتك التعابين في طاقته بتاعت صورة البنات اللي كان فيها تعابين، ووريتك ان الكارد ده يعني بصوا السمكة يعني بصوا الكارد معبر عن نفسه سمكة وفي حد بيصطادها لا، الشخص ده الطاقات الظلامية لا قدر الله او السلبية مصطاداه. غالبا ده هيكون حد سبته، معرفش، قوليلي بقى في الكومنتات يعني. و حاسه ان هو يعني عنده ايه زي ما بيقولوا كده ايه، عزة نفس، عنده كمان حرص، عنده بخل شوية في المشاعر وفي الفلوس كمان، وفي الفلوس. الشخص ده عنده كارمة فلوس، دي حاجة طالعاله، كارما في الفلوس، وكارما كارما بتاع انا حاسه ان انت بص يعني انت قاعد هنا بتتفرج عليه، يعني كأن الكارد ده كوين اوف كاب قاعده عماله تتفرج على كل الكروت دي وتقول اما نشوف الشخص ده بقى اخرته ايه. انت ده، انت قاعد، انا حاسه ان انت مسيطر على الشخص وطاقتك وما شاء الله عليك، يعني انت في النهائي يعني زي ما بيقولوا انا في النهائي، انا في النهايه اما اتفرج بقى على ايه هو هيعمل ايه. فواضح كده انت مستني صحوته. انا مش هقول شمتان لان انت شخص طيب قوي وحنون وبتدعي يعني الناس، لكن هقول ان انت بتقول ايه، اما تعرف بقى قيمتي او اما تعرف بقى انا مين يبقى تعالى لي. بس انت البعض انت واحد هنا بيتفرج مستني كارما للشخص ده. بصوا الشخص ده مكمل ولا لا؟ لو هيكمل بالوضع ده ما اعتقدش ان هو هينزل، يعني ما اعتقدش ان انت بالمعايير بالجمال باللي انت وصلت له بالروحانيات بالطاقه العاليه اللي فيك ان الشخص ده ممكن يوصل لمكانك اصلا او للمكانه اللي انت فيها. انت اللي زهقت، وانت اللي اعلى منه طاقيا، وانت شايف الشخص ده في مشاكل وبتاع وقلت خلاص بقى ما بديهاش، يعني العلاقه دي مش نافعه مثلا، او العلاقه دي جبت اخري منها، لا انا بقى انفد بجلدي واحافظ على نفسي وطاقتي وكل حاجه. انت عارف ان الشغل ده خد منك كتير اسعار المجموعه الاولى، انت عارف ده، وانت عندك حق لان لان هو عنده كارما. لا بص الشخص ده بجد طاقته صعبه جدا، وحتى المشاعر بينك وبينه صعبه جدا جدا بجد. الشخص ده لا انت شوف انت يعني انت نويتوا على مين بالظبط يعني، انتوا نويتوا على يعني نويتوا على ايه؟ ناويين على شخص غريب، شخص يعني مش قادره اقول حاجه غير ان هو بجد احلامه وحشه، متدمر، طاقات سلبيه حواليه، عنده ضغوطات، حابس نفسه، حاسس انه في مشاكل يمين وشمال. لا الشخص ده طاقته ممسوسه يا فندم، لا ده يا مصاص طاقه يا اما في ناس بتمتص طاقته، وغالبا هيكون هو مصاص طاقه لانه طلع بكل القيود السلبيه اللي في الطاره. غريب 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 بجد. يا ده يا حد مصطاده، يا حد مصطاد طاقته وانت عارف ده، يا اما انت على فكره مش عارف تساعده دلوقتي. انا قلت لك انك تبص عليه، حد مصطاده يا اما بجد هو سايب نفسه لكده، هو يعني هو عامل في نفسه كده. ليه بقى هو عامل في نفسه كده؟ انا طالع بكارد الحصان واتحمل، اتجلد واتحمل، اتضرب واتحمل، اتشتم واتحمل، اقعد في علاقه بتستنزفني واتحمل. ففي هنا تليفون بالباور بتاع او الطاقه الناريه عنده ضد الفطره او ضد الكرامه، ضد الطبيعه، لان الطاقه الناريه هنا مستنزفه. طب ايه الطاقه الناريه اللي عند الشخص ده؟ حاسه ان هو يعني الباور بتاعه، صحته، كرامته، العواطف بتاعته. لا يا فندم ده جسد بلا روح، اسفه، ده جسد بلا روح، جسد بلا روح، يا جسد بلا روح.
الشخص ده في الوقت ده جسد بلا روح، فهل هيكمل؟ هو مكمل في اللي هو فيه، هو مكمل في اللي هو فيه، انت اللي مش هتكمل اصلا. انتوا توائم، انتوا توائم. غالبا الشخص ده بقى سابك او رفضك او قارنك بحد تاني او لسه مع الشخص الطرف التالت. في طرف تالت عموما في العلاقه دي، والشخص ده بصراحه واخد كارمته، يعني واخد كارمته بزياده وبزياده. اللفظ ده نزل على الترابيزه وبيقول لنا لسه في امل، لسه في نور، ومنك انت هتمد الشخص ده بحبل نور علشان يطلع من اللي هو فيه، او بمعنى اصح تنقذه لانه محتاج انقاذ. لكن للاسف هو مش بيساعد نفسه، مش بيساعد نفسه، وبطيء جدا في اتخاذ القرارات، جدا بطيء ان هو يخرج من اللي هو فيه. عارف اللي هو ايه؟ اجلدوني كمان، زيدوني، زيدوني كمان. طب اخرج من اللي انت فيه. طب مش ده مش صاحي. لا لا لا، ده مش، انت صاحي، انت صاحي وواعي، لكن ده مش صاحي ده يا جماعه. وطلع له نفس الكورد اللي كان في طاقته تاني 9 اوف سورد بيأكد ويقول لنا الشخص ده ممكن يكون توائمهم ولكن مستنزف. هل الشخص ده العلاقة دي مكملة؟ لأن هي علاقة unlimited، علاقة infinity unlimited. آم، ولسه باقي على الشخص ده قرارين: يا يكمل معاك في العلاقة ويفهم هو في ايه، يا اما للأسف انت هتخسر الشخص ده في الأبد، للأبد تخسره للأبد. لأن انت بتطلع تقيا أو بتزداد فهم أو وعي أو صحوة، أو بتنقي نفسك من الطاقات السلبية، والشخص ده هو اللي حاط نفسه في الطاقات السلبية. يعني انت عايزة أقول لك إن انت بترتفع تقيا يعني أو وعيا أو بترتقي يعني. طيب أنا عايزة نصيحة للمجموعة دي. هو ده طاقات سلبية يعني فظيعة أوي، فظيعة. الله يعينه على اللي هو فيه بجد والله، الله يعينه. رقم 6 مع الشخص ده ومعاك رقم بينك وبينه رقم مشترك. ممكن تكون انت بتشوف الرقم ده كتير، وده يدل ان انت يا اما هو نكرك يا اما انت نكره للاسف يعني. بطلوا انكار، ادوا طاقة حب، لان انتوا قادرين على ده، انتوا قادرين تدوا طاقة حب بدون لا مشروط. حتى لو الشخص ده مش شايفينه كده، هو دي علامه وهي دي مرحلته وهي دي نقطة وعيه، وده مش للأول. ربنا بيعلمنا عن طريق الحاجات. لكن الشخص ده هل هو مكمل في العلاقة؟ بصراحة بالأسلوب القديم، بالطاقات القديمة، بالسلبية، بالكلام اللي ممكن يقوله، بالمقارنات. لسه بنفس السيستم بتاعه، نفس دماغه، ما اتغيرش أصلا، ده ما اتغيرش. صحة، أنا قلت لك أنت تعبت وخلاص بقى، وإيه جبت آخرك وقلت أنا ده. أنت ممكن لا قدر الله يعني الشخص ده وجع قلبك، مش وجع قلبك بس، أنت عندك حماية، عندك رؤية. أنت مش أنت ذكي، مفيش حد غبي، مفيش حد عبيط. أنت عندك رؤية للعلاقات، عندك حدثك العالي، بتعرف تقيم الناس، بتعرف ان انا هكمل معاه وما اكملش معاه. لكن انت عاطيله فرصه ليه؟ لان انت مع الشخص ده عشان العلاقه دي قدريه. فانت اوكي يعني من ضمن ايه الحاجات الحلوه اللي فيك ان انت بتصبر للاخر. فانت انت نفس اللي انت بتعمله مع الناس التانية، ولكن بزياده، ان انا بصبر بزياده مع الشخص ده. يمكن يتغير ويمكن يتغير فعلا، ولكن انا شايفاه في الطاقه دي بصراحه لا، قدامه مشوار كبير كبير. وفي فرق كمان، في فرق في الوعي، في فرق. طيب النصايح اللي طلعوا لك او النصيحه هي تحسين الصحه. العلاقه دي بجد زي ما قلت لك خدت منك كتير، وانت استعدت نفسك، ومش مطالب ان انت ترجع تنتكس تاني علشان شخص مش عايز يتغير. لا انت بجد هيجيلك مساعدات. ممكن تكون انت حد بيشتغل في الطب، في الصيدله، في الكيميكال، في الحياه دي يعني، او تبقى كيميائي، او تبقى مثلا شخص خيميائي يعني، او شفائي بتشفي الناس. فانت ممكن تكون رسالتك شفائيه ومحتاج ان انت بجد تسعى عليها اكتر يعني. بس انا شايفاك انت عارف انت مين،
انت عارف انت مين، وحافظ كرامتك وقلبك، يعني انت حافظهم، انت حافظهم وعندك رؤية للشخص اللي المفروض يبقى معاك شكله ايه. انت جميلة قوي على فكرة كبنت، ولو ولد انت برضو جميل، وحاسة ان انتوا محافظين قوي على الطاقة، وبقيتوا عارفين انتوا تدوا لمين ما تدوش لمين، وحاجات حلوة قوي يعني. عندك خير او مساعدات، ممكن تكون انت بتساعد في مستشفى او بتتصدق في حته معينه، فاستمر فيها. لو انت بتعمل ده استمر ده. والكورس التاني اللي طالع لك بقى بيقول لك كيد التفكير، وده اللي انا شايفاه بصراحه مع شخص زي ده بالكروت دي بالطاقه دي. لا انت كمان لازم تعيد تفكير، لازم تعيد تفكير وانت بتسال الله سبحانه وتعالى في حاجات كتير، وده اللي انا قلته لك في الطاقه بتاعتك. انت بتسال، واوعى تبطل تسال. السؤال ابواب لحاجات تانية كتير قوي، ابواب لعوالم، ابواب لرزق، ابواب لمعرفه، ابواب لكتب، ابواب لكل حاجه. انت بتسال، والسؤال هو ابواب، فاستمر بده. لكن بالنسبه لنصيحتنا اللي احنا مطلعينها عشان العلاقه، لا، بيقول لك عيد تفكير مع الشخص ده، يا اما انت مع شخص غلط، يا اما الشخص ده بجد حسسك ان انت اللي غلط، او مشاعرك اللي غلط، او حبك اللي غلط. بس انا لا شايفاك متعلق، ولا شايفاك بتترجاه في الطاقه، لا انا شايفاك ثابت، هادي راضي، وده يدل ان انت ارتقيت وعرفت تختار نفسك. لكن مع الشخص ده لو انت ناوي ترجع له وهو بنفس الشخصيه، لا، قاعد تفكير تاني في العلاقه. ممكن يكون الشخص ده مش مناسب ليك. ولو انت عايز تستناه براحتك، عادي جدا، استناه، استناه، ولكن مش على حساب ايه؟ مش على حساب نفسك او على حساب طاقتك. انت حطيت حد، وانا شايفه ان انت حتى الانتظار انت عامل له حدود، ودي حاجه كويسه. او ممكن تكون في فتره زمنيه انت حاططها للعلاقه دي، وانا شايفه ده، وانا شايفه ده قبل ما تدي قرار نهائي. استنى شويه، يمكن ربنا ينفخ في صوت الشخص ده ويفوق باللي هو فيه. تمام. بس مش معنى كده ان انتظر دي معناها ان هو ايه، إيه، انا استنى بقى لغايه ما يجري عليا العمر ويضيع طاقتي ونفسيتي وطموحاتي وحياتي عشان شخص ما بيتغيرش. لا، انتظر دي ليها مده معينه، وده السيف اللي انت رافعه في العلاقه دي، او ال ال القرار اللي انت واخده، ان انا هستنى بس مش لطول العمر. ودي حاجه حلوه قوي فيك، لان انت ماجيشن، الشخص بيعرف يقرر، انت ابو القرارات كلها. طيب بالنسبه للابراج قبل ما نقفل القراءه دي ان شاء الله على خير، عندي برج الجوزاء، برج الجدي، ابراج جمائيه كتير، عقرب، سرطان، وحوت، بجداره، بجداره في القراءه دي. وعندي آم، الابراج الناريه، عندي قوس، وعندي ايه تاني، حمل، واسد. ايه كمان عندنا، انت الشغل ده على فكره في يوم من الايام هيتغير. ولكن الابراج المائيه بشده، او برج الميزان، هوائيه، من الهوائيه برج الميزان. مش يعني الابراج الترابيه مش كتير، بس هو الجدي ممكن، الجدي في الابراج الترابيه الجدي. عندي عذراء، عندي عذراء وجوزاء، قلنا جوزاء صح؟ قلنا جوزاء. ميزان بشده لانه طالع كارد اساسي. والابراج زي ما قلنا الابراج المائيه بشده يعني. دي كانت القراءة بتاعتكم أصحاب المجموعة الأولى. يا رب تكون القراءة دي عجبتكم، ويا ريت تعملوا تدوسوا إعجاب على الفيديو أو لايك. والناس الجديدة اللي أول مرة تشوف الفيديو ده أهلا بيكم، وبتمنى إن انتوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل. وبإذن الله أشوفكم في قراءة جديدة. باي باي. أهلا بيكم أصحاب المجموعة الثانية. أصحاب المجموعة الثانية، ازيكم؟ أخباركم؟
انتوا اخترتوا الكارد ده في اول القراءة. نحب نفكركم. خلينا نشوف دلوقتي الحبيب او الشريك طاقته ايه معاك، وانت كمان طاقتك ايه. هناخد الاول 3 كروت طاقة منك، بسم الله، و3 كروت طاقة من الشخص اللي انت بتفكر فيه. هم المجموعة الأولى اللي اختاروا الكارد ده، ايه طاقتهم معانا. انت مستعجل كتير، او يعني الاشخاص اللي بتستعجل كتير. يا سلام، انتوا بتحتفلوا بحاجة، انجازات. دي طاقتك، طاقة الشخص اللي هم دخلوا علشانه الفيديو ايه، او المجموعة التانية. شو ده مقلوب عليه، مقلوب عليه. طيب طاقتك ايه؟ بالنسبة لطاقتكم أصحاب المجموعة عشان بس ايه. طيب بالنسبة لأصحاب المجموعة دي، الطاقة بتاعتكم ايه؟ شايفة ان انت حد منبهر كتير بنفسك، يعني ما شاء الله انت فخور بنفسك، وناس كتير أوي فخورة بيك، ناس كتير أوي بتحبك بس لإنجازاتك، ودي حاجة مضايقاك أو وجع قلبك للبعض. في بعض تاني بقى انت مبسوط قوي من انجازاتك وفرحان وحاسس ان انت محدش قدي الايام دي. انا قلبي فرحان. انت عندك كمان الطاقه بتاعتك رقم 11، فانت واضح ان انت انسان بترتقي يعني عمليا وروحانيا الاثنين. يعني انت ارتقائك عمليا وروحانيا الاثنين جايبين معاك سكه ما شاء الله. فده يدل ان انت شكر القلب عندك مفتوحه، لان انت شخص بتنجز يعني، وشكر الجذر عندك. آمم، قُل لي بقى، أنت دخلت علاقة مثلًا أو حسّيت إن أنت كسبت حد؟ يعني أنا حاسة إن أنت إيه، هنا كسبت حد، يا هي أنا بقيت في علاقة، أو هي أنا بقيت في حُب مثلًا. فأنا حاسة إن الناس هنا حاسة إن هي كسبت، أنا كسبت، أنا لقيت اللي أنا عايزه، أنا كذا. ده واضح كده من طاقتك إن أنت إيه، حاسس إن أنت فُزت يعني، وعندك وَفرة وبتحتفل، وممكن كمان أحلامك بقت زايدة. آمم، بس أنا شايفة إن الكاس مع القلب بيدل فرحة قلب يعني، أو حد فرحان باللي وصل له، حد بقى مشهور، أو حد جاب نتيجة يعني الإنجازات اللي كان بيعملها، أو للحاجات اللي كان بيعملها. ده اللي أنا شايفاه بصراحة، شايفة إن قلبك فرحان. أنت أنت كمّلت حاجة. انت كملت حاجة وحاربت وكسبت، يعني انت حاربت في شغل ممكن، او في علاقة. بما اننا احنا داخلين في علاقة، انت حاربت وكسبت حد، او فزت بحد، حاسس ان انا فزت. القوة على الصمود في وجه العاصفة، شيء من مساعدتك على تجاوز الأوقات العصيبة للنمو الروحي. ده اللي أنا قلته لك. أنت بدأت إن أنت يا إما تكسب رسالتك في الحياة، او ان انت وصلت لحاجة خلتك مبسوط، وخلتك بقى ايه، تبقى منارة للغير، او مرشد. ممكن تكون البعض انت مرشد، او خلتك ان انت بتستكشف لأول مرة حاجات، لان في رقم 9 هنا. فانت وصلت بقى اللي هو ايه، ياه هو في كده في الدنيا، ياه هو كده في كده في الروحانيات. فانت بتقول ده لنفسك. تمام. شايف فرحة قلب دي، يا اما جاست دريم، يعني انت بتحلم بفرحة قلب، او ان انت تكسب، او ان انت مثلا
توصل، او ان انا اكون الناس كلها تمشي ورايا، الناس كلها تسمع بيا. في انجازات هنا انت بتعملها للوصول للشهرة او للعظمة، او انجازات ايه بقى، انجازات تخليك الناس كلها تتكلم عنك، او تخليك يعني التاريخ يتكلم عنك حتى. ممكن، يعني انت ممكن تكون من الاشخاص اللي انت ايه، لا انا عايز التاريخ هو اللي يتكلم عني. انت بقى يا اما مشهور على السوشيال ميديا فاتح صفحه، او بتفكر انت تفتح مشروع، المشروع ده مثلا يجيب ناس. بصراحه انا شايفه ان الثلاث كروت بالطاقه اللي طالعين لك يخصوا امل او حلم انت كنت بتحلم بيه، والحلم ده يا اما انت لقيته يا اما انت حققته. خلاص. بالنسبه للشخص او الحبيب اللي انت داخل علشانه، استنى استنى، لا انا لازم بقى ايه، انا لازم اعرف من التارو انت، يعني انت بتعمل ايه هنا في طاقتك. انا شدني قوي الطاقه شدتني بصراحه، الطاقه بتاعتي شدتني قوي. فانا عايزه اعرف من التارو كارد، هناخد كارد واحد بس، الطاقه بتاع اصحاب المجموعه التانية عشان ناكد الايه، القراءه. انت حاربت كتير قوي، ده انت يعني زي ما بيقولوا انا جاي من حرب، انا جاي من حرب و... وايه، وجاي من حقوق يعني. جاي من ايه، انا قلت لك جاي من انجازات، من حقوق، او ان انت الناس كتير قوي بت معتمدة عليك، يعني معتمدين عليك كتير، معتمدين على طاقتك المالية بالذات. انت طالع بالسكس اوف بنتكل، وناس صغيرين انت بتقودهم يعني، او بتشيرهم او بتديرهم. انت مرشد زي ما قلت، انت مرشد. انت طالع لي برقم 9، وطالع لي كمان بالمنارة والقوة والصمود، والكاس ده مش اي حد بياخده، يعني الكاس ده لمحارب مثلا. ايه تاني، يعني حد حارب يعني في الحياة، او عنده خبرة. انت خايف، انت خايف قوي 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 برغم الانجازات بتاعتك لكن انت اما لا قدر الله عندك حاجة في القلب، لان طالع لي بكارد الزعل والوجع، يا اما انت محقق انجازات كتير بس خايف تفقدها يعني، خايف تفقدها. اه عقلك شغال يا فندم، عقلك شغال. بص، يعني انت عقلك بيتكلم بدالك حتى وانت نايم على فكره، يعني ممكن البعض هنا يكون بيتكلم وهو نايم. فالطاقه بتاعتك طاقه حماس، لكن انت بتخسر برضه في حاجات انت بتخسرها، بس بتكسب نفسك بانجازاتك، لكن انت بتخسر حاجات. انت بس كل اللي انت همك في الحياه انجازاتك، معلش انا اسفه ما بقول كده، ولكن ده اللي طالع يعني. الناس هنا اهم حاجه عندها انجازاتها، الناس تتكلم عليها ازاي، او ان هي توصل لايه، لدرجه ان انت بتحس ان انت لما بتخلص الهدف بتاعك انت تحس ان انت طالع من حرب. ودي طاقتك دلوقتي، يعني دول مش صدفه، دول مش صدفه. فايف اوف سورد وناين اوف سورد. هو انت مالك، انتوا مالكوا. انا لاحظت كمان في الكارد ان انتوا مستنيين بلد جديده، مستنيين راحه، مستنيين انتوا مستنيين راحه، انتوا مش مرتاحين. بتنجزوا كل حاجة وما شاء الله ربنا فاتح عليكم ويا رب يفتحها دايما، لكن انتوا مش مرتاحين، عقلانيين قوي اصحاب المجموعة دي. ايه سبب المايند سود بتاعتك، ايه سبب الزعل والوجع والكوابيس والفكر والقعدة لوحدك زعلان، ايه سبب ان انت حاسس ان انت بتصارع اللي حواليك، ايه السبب؟ شغل، يعني انجازات شغل. انت ما بتهداش، شخص ما بيهداش. ممكن يكون شخص عنده ضغوطات كتير او ناس بتلجأ له، ممكن يكون دكتور قلب يعني، ممكن. قول لنا بس في الكومنتات انت ايه، او ليك علاقة بمستشفى او بطوارئ، انت في حالة طوارئ يعني، صداع بيجيلك صداع،
شايفه ان انت مصدع من ايه بقى، من الضغط الشغل بصراحه. ده اللي انا شايفاه، ده اللي انا شايفاه. ولكن انت عندك حته المقارنه ودي تعباك، او ان حد يقارنك، او ان انت لازم تبقى مثالي، بيرفكت، بيرفكتو. انا بيرفكتو، انا لازم اكون شخص كامل مكمل وايه، ومفيش حد ايه، مفيش حد يعمل حاجه ورايا، يعني مفيش حد يراجع ورايا. انت مصدر ثقه واحد، يعني طالع بكارد القلب مصدر ثقه جدا للناس. وكمان حاساك ان انت عندك ادوات، يا اما ادوات نجاره، يا اما ناس بتيجي مثلا تلجأ لك لحاجه. وعندك ارشاد على فكره، ده اللي انا قلته لك، انت عندك ارشاد للي بيحصل او لشغلك. انت بيجي لك ارشاد جوه شغلك، انت بيجي لك ارشاد جوه شغلك. وعندك زي ما قلت لك ادوات، يا ادوات هندسه، يا ادوات نجاره، يا حاجه، او معمل. انت عندك شغل خاص بيك، وكمان ممكن تكون بتشتغل مع ناس مش من دينك، ما ممكن. فممكن يكون انت في الصراع بقى ايه، في الصراع. طيب، خلينا بقى ايه ندخل على الشخص اللي انت بتسأل عنه. الشخص ده طاقته ايه؟ الشخص ده حاسه ان هو ايه في الطاقه دي، نطاط قوي و... ومتغير ومتحول كتير، وتحس ان هو شخص مش ثابت، شخص كده ايه، بيتجسس ممكن ساعات. طاقته على فكره طاقه تجسس، طاقه تحويل فكره لفكره، يعني متشتت. بتحس ان هو عيل كده في نفسه. انا العيل، انا الطفل البريء اللي ايه، اللي انت المفروض تستحملني، انت اكبر مني وقول لي. فممكن يكون الشخص ده وطاقته ايه، انه عايز دايما ارشاد، عايز دايما اللي ايه، اللي يقول له واحد اتنين تلاته. حتى هو طالع برقم واحد، رقم واحد والجميل يعني. يعني ممكن الشخص ده اصغر منك في السن، ممكن يكون في اختلاف. وكمان طاقته طاقة طفولة، طاقة تنطيط. طبعا هو دول يعبروا عن ذا فول، يعني اللي هو دول ممكن يعبروا في الطاقة اللي هو كارد ذا فول، اللي هو كارد التنطيط يعني، او كارد الطفولة، او كارد عدم المسؤولية. ففي حد هنا غير مسؤول يعني، غير مسؤول. ايه كمان، دايما بيحب البدايات الجديدة في الوقت ده، بس كلها غلط، لأنه مش مكتمل، يعني نضجه مش مكتمل، النضج العاطفي مش مكتمل. ويمكن يكون النضج المادي، يعني اللي هو الشغل والكلام ده. عنده بداية جديدة الشخص ده دلوقتي، يا إما عنده طفل جديد، معرفش قول لنا لو هو متجوز يعني، أو عنده طرف تاني غيره. لكن الشخص ده عنده بداية جديدة وولادة جديدة. ده ممكن تكون صحوة كمان يعني، طاقته طاقة صحوة، كأنه لسه بيزحف يعني. بيزحف ايه؟ كأنه لسه يعني الكون ده إلهام، يعني أنا شايفة إن هو مؤلم جدا. كأنه لسه كده يعني لسه بيتكون، عارفين ده جنين، بس ده لسه جنين في بطن أمه، يعني ده ليه في حبل هنا، سوري. فممكن أنت ربطك بالشخص ده حبل طاقي، ولكن هو لسه جنين في حياتك، او معنى اصح مش قد طاقتك. انت مناره ومرشد، لكن ده جميل لسه في فكرك، في فكرة انت فاكره ان هو راجل او فاكره ان هو يعني انسان وكامل. لا لا، هو الكمال ده سبحانه وتعالى. ولكن عايزه اقول ايه، اللي انا عايزه اقوله هنا ان الشخص ده في عقلك انت بتشوفه طفولي متهور، ما يعرفش حاجات كتير زي ما انت بتعرف، ما عندوش خبره، لازم ان انا اقول له واحد اتنين تلاته فهكذا. وفعلا الشخص ده مش مسؤول لسه، ده بيبي، ده اللي بيبي في عالم الروح ممكن يكون بيبي يعني، او في علاقتك انت يكون بيبي يعني، اللي هو ارجع في كلمتي، اكون في المكان الفلاني بس انا اكون في مكان تاني. مش عارف له ماسكه، انت ده مش عارف له ماسكه. ولكن طاقته طفوليه جدا، يا اما هو عنده صحوه، والشخص ده ما عندوش نضج خالص في الوقت ده خالص.
بس عنده مفتاح قلبك او عنده مفتاح قلب. بص انا هغني لكم قلبي ومفتاحه. قلبي ومفتاحه. انت عندك انت عندك القلب وهو المفتاح. يا ربنا على القراءة دي، يا ربنا. انت القلب وهو المفتاح. يعني متخيلين ده؟ انت بتحبه وهو عنده مفتاحك، برغم بقى عيوبه، برغم صغر عقله او صغر طاقته بالنسبة ليك، لكن الشخص ده عنده مفتاحك، عنده مفتاح ان هو يكبر كمان، لكن هو مش عايز يكبر. مش عايز يكبر، ده عايز يفضل طفولي كده. مفتاح الحرية أو السجن حل لغز الحفاظ على شيء آمن. الشخص ده عنده أسرار، عنده أسرار قلبك، وفي حبل طاقي بين ده رقم 11 بالقلب كمان، مش أي حاجة. عنده أسرارك وعنده مفتاح قلبك، وكمان الشخص ده عارف كل أسرارك. عارفين الجميل لما بيبقى في بطن مامته بيسمع، بيحس. فانت وهو، انتوا بينكم حبل طاقي، بس واحد اكبر من واحد، او واحد مثلا بره الجسد والتاني جوه الجسد. دي العلاقه بتاعتكم، بس ما تقوليش اكتر من كده، ومش هفسر اكتر من كده. واللي انا عايزه اقوله ان ايه، نسيت. الشخص ده بينسى. الشخص ده بينسى. اه افتكر. عايز يعني الشخص ده عنده اسرار بيسمعك، بيشوفك، بيحسك، بيوصلوا كل حاجه عنك، كل حاجه. وطبعا زي ما احنا خدنا لك من التارو، هناخد له كمان من التارو ايه، كارد او حاجه. بكل حاجه، كل حاجه. إيه، بيتعلم منك، بيقلدك. شغل هتلاقيه بيقلدك في حاجات كتير قوي قوي. لا وبصوا كمان دي مش صدفه يعني. بص انا بس عايزه اوريك رقم هنا 11 ورقم هنا واحد. انت بيظهر لك بيظهر لك الرقم ده، يا اما بيظهر لك 11 يعني. وده يدل ان العلاقه دي يا فندم قدريه 100% وحقيقيه، مش قدريه يعني، قدريه حقيقيه. في طبعا علاقات قدريه بس بتكون مؤقته، لكن العلاقه دي لا، العلاقه دي مش مؤقته. العلاقه دي مش مؤقته، العلاقه دي مكمله. طيب خلينا ناخد بقى ايقار الثروه والطاقه عشان ما نطولش الفيديو كتير، وعلشان اقدر ان انا ان شاء الله احمله على اليوتيوب. ولو سمحتوا الناس اللي بتتفرج لغايه هنا يعملوا لايك للفيديو عشان تبقى بالنسبه لكم كارما ايجابيه. والناس الجديده يا ريت تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها. واكتبوا لي يا ريت كومنتات على حسب تطابق القرايه. طيب خلينا نشوف كارد تارو للشخصيه. يا عيني يا ليلي، طالع بايه بقى؟ ده بيفتكرك وفي طاقته كلها حنين، كأنه حنين لأمه. اوعى تعمل الشغل ده كأنك أمه، أو تعمليه كأنه أمي يعني. ده مجننك أصلا. ده مجننك لحركاته. بصي انت عاملة ازاي، وبصي هو عامل ازاي. أنا لسه بنتي بيبي. بتتكلمي في ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ فاما في فرق سن كبير قوي هنا للبعض. العلاقة دي هي اللي تعباكي يعني. في فرق في السن او في البلاد. انا شايفه ان الشخص ده بيحن كتير وعايز يكمل معاك، يعني اللي هو انا عايز الحبل ده ما يتقطعش بينا. الشخص ده بيحبك او بيحبك، عايز الحبل ده يفضل موجود، عايز الود يفضل موجود، عايز العلاقه تفضل موجوده. ده مش هيسيبك. يعني احنا ده بيجاوب على سؤالنا من طاقته. احنا بنقول ايه؟ بنقول انا الشخص ده هيكمل معاك، ده هيكمل معاك ونص ونص كمان. بس خلي بالك من نص الطاقه. مش بقول لكم الكارد ده الهام للقراءه كلها. الشغل ده ساعات بيلمس طاقتك بس بنية كويسة، مش بنية اروح استغله وارجع، او اروح اخد منه مش عارفة ايه وارجع. لا، الشغل ده بيمص منك الطاقة كنوع من انواع الغذاء، او يعني التحفيز. فانت بتمده بالانرجي وبتيجي عليه بيكبر. لا، غذي الشخص ده وكمل روحانيا معاه. كمل روحانيا، لان الشخص ده بيكبر طاقيا منك انت اللي بتشوف الفيديو ده او بتتفرج عليا يعني. فلا، بيحن ليك. الشخص ده بيحس ان هو بيتعلم منك حاجات كتير قوي،
وبيحس ان هو اي انجاز بيعمله بصراحه ما بينكش، بينسبه ليك. الشخص ده دلوقتي في طاقه انجاز، طاقه مرونه، طاقه طاقه ان انا بعمل اللي عليا، يعني اعمل اللي عليا. بصراحه الشخص ده في حاله، في الوقت ده الشخص ده في حاله بيحبك وبيفكر فيك جدا جدا جدا، وبيفكر في الايام اللي انتوا كنتوا فيها وازاي ساعدته. بالذات بالذات المساعدات اللي انت عطيتها له، او الكلمه الحلوه اللي انت قلتها له، او زي ما قلنا انت بتغذي الشخص ده بطريقه حلوه، بحب. انت بتدي الشخص ده حب ومعرفه وروحك، بتديله روحك، بتديله كل حاجه انت بتملكها، والشخص ده عارف كويس قوي ومقدر. وده جنينك. العلاقه دي هو يعتبر فيها طبعا دي بصوره رمزيه الجنين، وانت الاب او الام. فغذي الشخص ده وتخاطر معاه واتكلم معاه، لانه بيكبر بيك انت. مش هقول بطاقتك، مش استغلال. الشغل ده نيته كويسه يعني، نيته كويسه. لكن زي ما قلنا شخص مشغول قوي في الوقت ده ويهمه قوي انجازاته وكده، وان هو يكبر يعني علشانك. خلي بالك علشانك، مش عشان ينكرك ويرميك ورا لا. الشخص ده مقدرك قوي قوي، مقدرك بجد، مقدرك. مش اناني يعني، مش اناني اللي هو انا انجز وانت تتحرق. لا 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 لا، الشخص ده مش كده خالص خالص. طفولي قوي وعفوي قوي، وطاقته حلوه جدا. تعالى نشوف هل العلاقه دي هتكمل. بصراحه اه، انا شايفه اه. هل العلاقه دي هتكمل مع الشخص ده؟ هل الشخص ده هيكمل معاهم؟ فاهمة مجموعة تانية. مش بقولك طفولي. بطلي تحسسيه ان انت مامته، او تحسسيه ان انت مسؤوله عنه، او مسؤوله عن تصرفاته. بطلي تعملي ده. لو انت بتعملي ده بطلي تعمليه، لانه ما ينفعش اصلا، لا يجوز يعني. لا انت طالع معكوس، فانا هخليك معكوس. الشخص ده عايز يتقدم، بس يا لهوتي على بطء. ياه على البطء وعدم يعني انا قلت لك ده بيبي يعني، ده جنين، ده جنين. فده لسه بقى عايز وقت كبير وصبر طويل علشان تاخدي منه تاخدي منه انجاز، او آه، انه يتحرك في العلاقه. بس هنقول حته برضو في حقه، يعني الشخص ده بياخد منك طاقه، ولكن زي ما قلنا نيته كويسه، او هو مش حاسس على فكره. مش حاسس. هو الجنين بيحس ان مامته بيحس بمامته، لكن هو مجبر ان هو ياكل جوه بطن الام. هو ينفع الجنين يقول لك انا مش جعان، او مثلا انا مش عايز اشرب؟ لا، هو غذاء من الله سبحانه وتعالى بيوصل له، صح؟ يعني دي بصوره عفويه، بصوره تلقائيه، بصوره فطريه. فالشخصيه دي بصوره فطريه هي معتمده عليكي طاقيا، ما تقوليش ازاي، هو كده. فيدل ان العلاقه دي قدريه 100% يعني، وروحانيه. الشخص ده يا فندم هيكمل وبجداره. انت يعني هو شايف ان انت الكون بحاله، شايف ان انت نجمته اللي بتضوي، شايف ان انت. انا طلعت مش عارف حاجه في الدنيا غير الشخص ده. هو اللي عرفني الدنيا، هو اللي احتواني، هو اللي ليه فضل عليا، هو اللي غذاني، هو اللي عرفني النور، هو اللي وراني بدل ما كنت في ضلمه في الرحم بتاع الدنيا والظلمه. انا طلعت للنور وعرفت يعني ايه حياه بيك انت يا اللي بتتفرج عليا. انتوا ناس جميله قوي ومضحيين جدا وبتراعوا، وفي يوم من الايام الله اعلى واعلم هيبقى عندكم طفل من الشخص ده من بذور النجوم. الله اعلم، الله اعلى واعلم. لان الشخص ده هيبقى عندكم منه طفل، وطفل ذكي جدا ومتصل كونيا. مش هنقول طبعا، مش هنفسر، لكن الطفل ده هيكون موهوب، وهيكون مبارك، وهيكون ذكي، وهيكون متواصل مع الكون، وروحانيا عالي، وحاجات كتير قوي.
لان انا شايفاكي ذا ماذر هنا، ذا ام، يعني شايفاكي ام للعلاقه، مش شرط للشخص. احنا بنقول ما ينفعش نكون ام لحد بنحبه يعني، لكن انا شايفاكي ام للعلاقه. يعني انت مراعيه العلاقه دي كأم للعلاقه، للرابط اللي بينك وبين الشخصيه دي. فانا شايفه ان الشخص ده هيكمل طبعا طبعا، هيكمل، لكن بيحبك كل حاجه، وشايف ان في رباط بينك وبينه، لكن بطيء قوي في قراراته. بطيء ليه؟ لانه لسه بيكون فكره عن العلاقه، او بيكون نفسه ممكن، آم، يعني بيكون نظرته للعلاقه دي ايه، والكلام ده. انا شايفاه طالع بطاقه البطء بصراحه، لكن بيحب. حتى على فكره تلاقيه مش بيعبر، الشخص ده تلاقوه بيحس اكتر ما بيعبر، وده يدل ان عنده تخاطر قوي بينك وما بينه. تخاطره قوي بينك وما بينه، وانا قلت لك في حبل طاقي قوي جدا بينك وما بينه، ما تقطعهوش. و... وبيشوف المستقبل الشخص ده. هو جنين، هو طالع بطاقته كالجنين، يعني حد لسه بينمو عاطفيا، بينمو روحانيا، بينمو فكريا، بيتعلم منك. لكن انا شايفاه ان هو عنده في يوم من الايام الشخص ده هيكون عنده رؤيه لنفسه، رؤيه لنفسه. بص الشخص ده باصص لايه؟ للستار. فمعنى كده الشخص ده عارف ان مستقبله معاك انت، او مستقبل اطفاله، او مستقبل حياته معاك انت يا اللي بتتفرج عليا، معاك انت. وخلي بالكم من الارقام المتكرره، خلي بالكم من الارشاد، خلي بالكم من الالهامات اسفه الالهامات، خلي بالكم من حاجات كتير قوي. وخلي بالكم من الناس اللي بتدخل حياتكم جديد عشان تمتص طاقتكم، يا اما انت يا اما هو. بس احنا الكود دي بينك وما بينه، هل هو يكمل معاك؟ هو الشخص ده ممكن يكون حد بيدخل لانه هو طالع طاقة البطء، فتقرر ده ليه. ممكن يكون حد بيسرقه، او حد عايز يلمسه، يمسه، يلوثه. خلي بالكم ونبهوه عن الحاجة دي، بس طريقة مباشرة. طيب بالنسبة لاختصار القراءة يعني والإجابة، هل الشخص ده هيكمل معانا؟ بجدارة طبعا. شايف مستقبله معاك، شايف ان انت الكون وفي حاله يعني، وان انت بركة يعني في حياته، سبحان الله يعني. فالشخصية دي حاسة ان هي بتسعى ليك، بتسعى ليك، عنده سعي ليك، عنده هدف. انت هدف الشخص ده، انت هدف. نفسه يشوفك على فكرة، نفسه يشوفك، نفسه يلمسك، نفسه يعرف انت مين بجد، انت مين. فدي الفكرة اللي بتدور في دول الشخص ده. طيب خلينا ناخد نصيحة قبل ما نقفل. بسم الله. نصيحة المجموعة التانية ايه في القراءة دي؟ مش بقولك مش بقولك مش بقولك أول نصيحة طلعلكوا هي ليس الوقت المناسب. ده مش وقت مناسب إن أنت تطلب من الشخص ده أي حاجة، أي حاجة. مش الوقت المناسب إن أنت تطلب من الشخص ده أي حاجة، ولا يعني تحطه في ضغط. لا، ده مش الوقت المناسب، لسه شوية. هي برضه واستمع لحدثك، وده اللي أنا قلته لك. حاول إن أنت تسمع. طبعا بما انك طالعه بطاقه الام للعلاقه، تحاولي تسمعي لحدثك. يعني انت بيجيلك الهامات ازاي تمشي العلاقه دي، ازاي ان انا اتعامل مع الشخص الطفولي ده، او اتعامل مع الشخصيه اللي انا معاها. اسمعي لحدثك وهتعرفي انت ازاي تتعاملي معاه. اوعي تمثلي، اوعي تلبسي ماسكات. وده اللي انا شايفاه. شخص يعني عاطي قلبه للعلاقه، وفي نفس الوقت انت بتستعملي الحدث ان انت طالعه بالامبرس، شايفك جميله جدا. يعني هو بيشوفك منتهى الروعه، ومنتهى الجمال، ومنتهى الحنيه، ومنتهى الطيبه، ومنتهى العطاء. شخص بيشوفك ان انت بتعرفي تدي امتى وما تديش امتى، بتعرفي تبقي ازاي قويه. شايف قويه قوي، مسيطره على العلاقه نفسها. فاستمعي لحدثك ان انت، لا انت تقدري تمشي العلاقه دي على فكره. مش بيه هو بس، انت كامراه روحانيه، انت وبفطرتك بتعرفي تمشي الاشخاص، وبتعرفي ان انت ازاي من غير ما تأمريهم، بس بمحبتك وبرعايتك وبالطاقة الأمومة اللي انت طالعة بيها. فانت يعني ايه، بتعرفي بجد الناس تسمع كلامك. انت البعض عندهم أطفال، أو عندهم علاقات أطفال يعني فيها أطفال، أسفة.
والبعض التاني انت يا كبيره في السن مثلا او سنك كبير شويه، او انت عندك طاقه امومه. غيري معاملتك مع الشخص ده، ما ينفعش تبقي مامته، يعني ما ينفعش مديك بالطاقه وكل حاجه، ولكن لازم تغيري الطريقه اللي انت بتعاملي بيها العلاقه دي. هو انت انثى جميله جدا، ولكن انت فاهمه الطريق غلط، فاستمعي لحدثك عشان تعرفي الطريقة اللي هتقدري تتعاملي بيها في العلاقة دي، عشان توصلي للنهاية، يعني عشان انتوا الاتنين يحصل ما بينكم اتحاد، أو يحصل ما بينكم اندماج طاقي. ولا تتوقفي عن انت تسألي أو ان انت تنشطي طاقة الأنوثة، وده للبعض انت محتاجاه. لا تتوقفي ان انت تنمي مهاراتك، لا تتوقفي ان انت تنمي حدثك، تنمي روحانياتك. فلا، ما توقفيش. وبصي، ما فيش حاجه مضمونه، يعني ما تقوليش انا ضمناه بقى، او هو توأمي مثلا، او هو علاقه قدريه وخلاص. لا، مش معنى العلاقه القدريه ان انا اقف، ان انا في المحطه. العلاقه القدريه مسمى بس، لكن انا بعمل ايه وهو بيعمل ايه، ده المهم. ايا كان، ممكن الناس عاديه جدا يقولوا عليهم علاقات قدريه من كتر ما هم عارفين هم عايزينه في العلاقه، ومن كتر ما هم عارفين حدودهم ويشتغلوا على نفسهم. فأي علاقة في الدنيا ممكن لو احنا وعينا واستيقظنا وعرفنا نشتغل على نفسنا ازاي، كل واحد يعرف حدوده، ممكن جدا تعتبر كعلاقة يعني حلوة. فلا، ما توقفيش أسئلة، وما توقفيش الانتويشن بتاعك، يعني او ما تكذبيش الانتويشن بتاعك. عندك خصوبة عالية قوي، ممكن تكوني انت تتمني ان انت تخلفي من الشخص ده، او ان انت تجيبي منه اطفال، وان شاء الله هيحصل. انا شايفاه ان في طاقة شمس هنا قدامي، وطاقة نارية. انت عندك رغبة كمان من جسدية ناحية الشخص ده، معرفش، بس ده اللي طالع. حاولي ان انت طبعا انت بتعرفي تتحكمي فيها كل حاجة، لكن ما تهدرهاش، يعني ما تهدرهاش. طيب، عندنا ايه تاني؟ الكورد التالت. نعم، لو في سؤال في بالك تسأليه، هنكمل مش هنكمل، اه هتكملوا ان شاء الله. والعلاقة دي مستمرة، وما اتقطعتش الحبل الطاقي اللي ما بينها، وما اتقطعتش العلاقة. الشخص ده مكمل معاك وبيراقبك وشايفك ومعجب بيكي جدا، ولكن بلاش تبيني له ان انت ام وبترشدي بقى، وانا هقول له بقى العلاقه، وانا هنزله بقى بوستات عشان لا، انا لا، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده. انت اعملي اللي عليكي بس، وخليكي نفسك وبس. انت ملكه، انت طاقه الملكه، فبلاش تنزلي من طاقه الملكه لايه، لحاجه تانية، لحاجه تانية. طيب، دي كانت القراءه بتاعتكم إيه اللي دخلت على الفيديو ده. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في قراءه جديده. باي باي.